السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أمتع حلقة على اليوتيوب على الإطلاق. هنتكلم في الحلقة دي عن النسبية الخاصة لأينشتاين. في نسبيتين لأينشتاين، نظرية النسبية الخاصة ونظرية النسبية العامة. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن النسبية الخاصة، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله هنتكلم عن النسبية العامة. في أوائل القرن ال18 وبالتحديد في سنة 1995 نشر أينشتاين أوراقه وأبحاثه عن نظرية النسبية الخاصة، وكان بيقول فيها إن كل حاجة نسبية، من حركة، من سرعة، من كتل، وحتى الزمن. طبعا العلماء في الوقت ده بصوا عليه، ايه ابو العنايش، مش كده يعني الزمن ثابت، واحنا عارفين ان الزمن ثابت، وعدينا لك ان السرعه نسبيه والحاجات دي. يعني مثلا لو انا وزميلي في قطر، فانا بالنسبه لي ان زميلي ده ثابت، وبالنسبه لزميلي انا ثابت. لكن بالنسبه للشخص واقف على المحطه، فانا وزميلي بنتحرك بسرعه القطر، وبرضه الشخص اللي واقف على المحطه بالنسبه له ان هو ثابت. لكن بالنسبه لشخص خارج الكوكب الارضي، فالشخص ده بيتحرك بسرعه 1000 ميل في الساعه الواحده. وبالنسبه لشخص خارج المجموعه الشمسيه، الشخص اللي واقف على المحطه ده بيتحرك بسرعة 67,000 ميل في الساعة الواحدة. وبالنسبة لشخص خارج مجرة درب التبانة، فالشخص ده بيتحرك بسرعة 500,000 ميل في الساعة الواحدة. وبالنسبة خلاص، فانا وكل العلماء استغربنا ازاي الزمن ممكن يبطأ، لكن اينشتاين قال ان في حاجة واحدة بس ثابتة، وهي سرعة الضوء. سرعة الضوء هي 300,000 كيلومتر في الثانية. مهما اختلف المراقبين ومهما اختلفت ثبات الاشياء، فسرعة الضوء ثابتة. وعشان تتخيل سرعة الضوء قد ايه كبيرة، فالضوء بيقدر يلف 7 مرات ونص حول الكرة الارضية في الثانية الواحدة. والعلماء فعلا قدروا يثبتوا ان سرعة الضوء ثابتة باختلاف الاوساط واختلاف الاماكن، وتحت اي ظروف وفي اي مكان. يعني مثلا لو انت راكب طيارة، والطيارة دي بتمشي بسرعة 100، واطلقت صاروخ من الطيارة دي بسرعة 100، اذا الصاروخ هيكون سرعته 200، مجموع سرعة الطيارة زائد سرعة الصاروخ. لكن الكلام ده لا يطبق على الضوء. يعني لو انت راكب نفس الطيارة وبتمشي بسرعة 100 واطلقت شعاع ضوء، فسرعة الضوء في الحالة دي هتكون 300 كيلومتر في الثانية برضه. يعني مش هتكون 300,000 كيلومتر في الثانية زائد ال100 اللي انت ماشي بيهم. ونرجع تاني لفكرة تباطؤ الزمن، وهل فعلا الكلام ده ممكن يكون صحيح؟ وهضرب لك مثال هيوضح لك الفكرة اللي كان عايز يقولها اينشتاين. فلنفترض ان في شخص قاعد جنبك في الاوضه وبيعد من 1 ل100، وانت هتنطلق من مكانك ده وتروح للبوابه وترجع تاني. فلنفترض انك ماشي بسرعه 50 كيلومتر في الساعه، فالشخص اللي انت مخليه يعد ده هيكون عد ال100 وخلص. فانت هتضاعف السرعه بتاعتك وهتمشي بسرعه 100 كيلومتر في الساعه، فانت هتروح برضه وهترجع، هيكون الشخص لسه حالا مخلص عد ال100. طب لو مشيت بسرعه 1000 كيلومتر في الساعه، فانت هتروح وهترجع هتلاقي الشخص ده وصل لل50. فلنفترض انك مشيت بسرعه 100,000 كيلومتر في الساعة، فانت هتروح وهترجع يكون الشخص ده لسه بيعد في الثلاثة. فلنفترض انك وصلت لسرعة 300,000 كيلومتر في الساعة، فالشخص ده هيكون لسه ما بدأش عد. وانا بقول 300,000 كيلومتر في الساعة، لكن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. فانت لو مشيت بنص سرعة الضوء اللي هو 150,000 كيلومتر في الثانية، فانت هتروح وهترجع يكون الشخص ده لسه ما فكرش حتى انه يعد، لان الاشارة اللي بيبعتها مخه للعضلات عشان تتحرك بتاخد اجزاء من الثانية، وانت بتكون سرعتك دي اكبر من الاجزاء دي. ولو وصلت سرعتك لسرعة الضوء، فالزمن بيقف. يعني هتيجي تلاقي الشخص ده متجمد، وكل حاجة حواليك هتلاقيها متجمدة. يعني لو جبنا ساعة بندول او ساعة رملية، فالبندول بيفضل ثابت في مكانه لما اروح واجي، اذا الزمن وقف. والساعة الرملية برضه، وأي ساعة، وكل حاجة حواليك هتقف. ده لو أنت ماشي بسرعة الضوء. لكن عمليا وفيزيائيا مستحيل إنك توصل حتى لنص سرعة الضوء، لأنك بزيادة السرعة هتزيد الكتلة وتصبح الكتلة لا نهائية، وبالتالي بتحتاج طاقة لا نهائية عشان يتحرك الجسم ده. فعمليا مستحيل إنك توصل ولا تقرب حتى لنص سرعة الضوء. وفي حتة برضه هضيفها على النسبية، وهي إنك لو شفت نجم في السماء حاليا بينفجر، ففي الواقع أنت بتشوف الماضي بتاع النجم ده، لأن لو النجم ده بيبعد عنك 100 سنة ضوئية، فبالتالي بيكون النجم اللي انت شايفه حاليا انه منفجر من 100 سنة لورا. والسنة الضوئية هي المسافة اللي بيقطعها الضوء في السنة، واحنا قلنا ان الضوء سرعته 300,000 كيلومتر في الثانية. وشوف السنة فيها كام ثانية، يعني كام 300,000 كيلومتر في الثانية، دي السنة الضوئية. فانت لو لقيت مثلا نجم انفجر يبعد عننا 100 سنة ضوئية، فالضوء بتاع الانفجار بتاع النجم ده بيحتاج 100 سنة عشان يوصل ليه. هضرب لك مثال هيوضح لك الفكرة دي برضه. لو
لو مثلا في قرية لا قدر الله حصل فيها حريق والقرية دي بتبعد عنك ساعة، ففي شخص من القرية دي جه من القرية دي عشان يقول لك ان في حريق، فلما الشخص ده وصل عندك وقال لك ان في حريق في القرية الفلانية، فلحظة وصوله كان الحريق ده حاصل من ساعة، وممكن تلاقي برضو ان الحريقة دي طفوها والموضوع خلص من ساعة. نفس اللي بيحصل مع الضوء انطلق من انفجار النجم وخد 100 سنة عشان يوصل لك، فانت بتعتقد ان النجم لسه منفجر حاليا، لكن في الواقع ده الماضي بتاع النجم، وان النجم ده منفجر من 100 سنة. ان شاء الله يكون تبسيطي للنسبية وصل لك، وفي النهاية كده دعونا ننسى لايكات الماضي ونعمل لايكات جديدة. سلام عليكم.